هي المواقف طبعا بتمر بالإنسان بتبقى مواقف كتيرة جدا جدا يعني، خصوصا في حياته وهو صغير بقى، يعني ايه، يعني بتمر على الإنسان حاجات كده ومواقف ما بينساش أبدا. يعني أنا أذكر أنا طبيعة خطي في الكتابة يعني ربنا ما يقول حد يعني حاجة بؤس بعيد عنك فيعني ايه زي خط المترو. لا ده المترو مين ده، المترو ماشي على طول، لا ده أنا ما فيش خالص يعني. فالمهم سبحان الله، فاحنا قبل ما نلتزم طبعا كنا في المدرسة وكده، وفي امتحان آخر السنة، وانا قاعد بقى ايه يعني ايه يعني كنت قاعد بقى عمال ما شاء الله شغال عمال يعني ايه بكتب في الماده دي، ودي كانت الماده الوحيده اللي كنت مذاكرها، وعمال اكتب. فاللي جنبي بيقول لي محمود، قلت له ايوه، قال لي السؤال الثاني، قلت له عينيا يا سلام، رحت اعمل له الاجابه الورقه كده ايه قمت تانيها له كده، فبص على خطي قال لي لا الحمد لله اسقط احسن يعني طبعا الراجل ايه اتصدم في الخط بتاعي يعني. فده من ضمن المواقف اللي ما انساهاش ابدا يعني. موقف تاني طبعا ما اقدرش انساه، موقف يمكن حكيته اكتر من مره لكن نحكيه برضه لحبيبنا اللي ما سمعوش، كان موقف مع شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان، كنا مع بعض في امريكا، فالمهم فكنا معزومين على الافطار في المركز الاسلامي في بروكلين، فانا قاعد على الترابيزه كده وفضل الشيخ قاعد جنبي هنا، وقدامنا على طول دكتور عاطف بقى واحد كان يعتبر اللي قابل بطل العالم في الملاكمه، هو كان ملاكم سوري وكان قابل بطل العالم في الملاكمه، وكان اتضرب بالقضيه في 5 دقايق، فانا قالوا لي ده جوه ما شاء الله ملاكم سوري كبير واتضرب في 5 دقايق وكده، فدخلت ابص انا طبعا كنت في وشه على طول، اللي اتضرب في 5 دقايق ده اللهم بارك حاجه ايه ما تتوصفش يعني استوديو واخد حضرتك، فانا قلت ده اتضرب في 5 دقايق من الملاكم ما شاء الله، امال اللي زي حالاتي اللي دخل قدامه يتضرب بالنيه يعني مجرد الراجل ايه يعني ينوي يضربنا اتضرب انا لوحدي. فالمهم قاعدين بناكل طبعا، فهم الناس حاطين قدامنا يعني كارميننا جامد، حاطين قدامنا من اصناف المطعومات وكده، فانا كنت حريص جدا يا دكتور بصدق والله، واول مره اكل وانا خايف يعني، وقعدته جت قدامنا وبعدين منظره يعني بصراحه يخلي الواحد يزهد في الدنيا، يعني انا قاعد مش عايز اكل، عايز اقول له اتفضل حضرتك والله حضرتك محتاج تتغذى طبعا، وانا الحمد لله شبعان كده. فالمهم يعني استنى لحد ما هو يمد ايده على الحته اللي عايزها، ولما يبتدي ينشغل ابتدي انا اكل، لان اخاف احط ايدي على حته يكون هو عايزها تبقى دي نهايه محمود المصري، فقلت لا يعني ايه الواحد يحترم نفسه وبالراحه كده، لحد ما قلت طب نفتح حديث معاه عشان الصمت طال شويه، وانا بقى خايف طول الصمت ده يخليه يعني، فقعدت ادردش مع ازي حضرتك وعامل ايه وازاي اخبارك الحمد لله، قلت له انا سمعت ان الملاكمين في اخر ايامهم يعني بعد ما بطلوا الملاكمه بيجي لهم مرض الرعاش، الكلام ده مظبوط؟ قال لي لا مش كلهم، بعض الملاكمين بيجي لهم المرض ده لكن مش كلهم، قال لي انما في مرض تاني بقى بيجي لهم، ده بيجي لهم كلهم بلا استثناء. قلت له ايه بقى المرض ده؟ قال لي المرض ده تلاقي الواحد قاعد كده في امان الله وما فيش اي مشكله ولا اي حاجه، ومره واحده بتنرفز قايم مكسر اللي قدامه، قلت له بارك الله فيك جزاك الله خيرا شيخ محمد، ده انا وانت اللي قدامه